الأخيرة، لأنه شفت المغرب ماذا يفعل في إفريقيا. ركن أساسي أولا يجب أن نؤكد تاريخيا أن المغرب هو أقدم مملكة عربية، مملكة حديثة. نحكي على التاريخ الحديث. معنى التاريخ الحديث؟ التاريخ الذي بدأ مع الحداثة. المغرب بلد مؤسس كمملكة علوية منذ 1660 أو 66. وقبل ذلك بفترة قصيرة كانت مملكة في حدود تفيلالت ومراكش وكذا لمدة 40 عام أو كذا. بمعنى هي أقدم مملكة في العالم العربي، هي وعمان. السلطنة عمان هي أقدم سلطنة برضو، هي والمغرب، وفي تاريخ واحد تقريبا. أولا الحسن الثاني الله يرحمه كان يقول سأجعل من مملكتي أفضل جمهورية عربية. كانت قولة يرددها الحسن الثاني في كل مرة. وكان يعتقد الحسن الثاني أنه يبني في ديمقراطية معينة، وكان يعتقد أيضا أن الديمقراطية بالنسبة للملك أو للملكية في المغرب معها هو كما لو أنها نحس. كان يقول كلما اقتربت من الديمقراطية أبعدوني عنها. في كل مرة يريد أن يبني ديمقراطية حقيقية تأتي محاولة انقلاب، وحصلت له محاولتين انقلاب في كل مرة يريد أن يقوم بمصالحة وببناء ديمقراطي حقيقي. أولا لنفهم أن المغرب كما يقول عبد الله العروي، المملكة المغربية أو القصر أو المخزن المغربي كما يقول عبد الله العروي، متقدم خطوة أو خطوتين على النخبة المغربية. يعني المهدي بن بركة زعيم يساري كان صديق الحسن الثاني، وعبد الرحيم بوعبيد إلى كذا. عبد الله إبراهيم يساري كبير، كان رئيس وزراء لمحمد الخامس. ولا انقلاب عاش سجون، انما المغرب يتقدم على مسار الديمقراطيه وعلى مسار التنميه. لا نقول انه هو المثال، لكن انا اعتقد واقدر اتنبا واتوقع للمغرب انه سيكون نمر افريقي في ال10 سنوات الاخيره، لانه شفت المغرب ماذا يفعل في افريقيا. اليوم المغرب هو اكبر بلد عربي يستثمر في افريقيا، واقوى قوه اقتصاديه عربيه في افريقيا اليوم المغرب، والمغرب يتقدم على هذا الصعيد. إذن هذا الحلف الديمقراطي أو هذا رديف لتونس صحيح. ضعفنا 3 مرات تقريبا في عدد السكان، ضعفنا حوالي 10 وأكثر مرات في عدد الجغرافي، ولكن في الفلاحة أيضا يشاركنا في زيت الزيتون، في المواد الطبيعية والموارد الأولية يشاركنا في الفوسفات. هو يعني ثالث أكبر مصدر للعالم، في المنتج للعالم في الفوسفات، وأول مصدر. يشبهنا قليلا. أيضا يعتمد على قطاع السياحة، أيضا قطاع المالي والبنكي قوي في المغرب. تعرف بأنه واحدة من أكبر البنوك في تونس، لا أدري إذا ممكن نسميها بنك الجنوب، صار تجاري بنك. هذه كفاءات مغربية حلت بتونس. يعني هو شبيهنا في المستوى الفلاحي. أيضا الصناعي، النسيج الصناعي، المناولة مع الاتحاد الأوروبي، هو شريك متميز مع الاتحاد الأوروبي. كثيرون صافي يعتبروا في المغرب منافس لتونس، وجزء من تطوره رهين بقاء الوضع في تونس متوتر، وهناك أزمات اجتماعية وسياسية، لأنه جزء كبير من الاستثمارات ومن الموارد ستذهب إلى المغرب. أنه تقليد الكتاب الكبار، الحسن الثاني عنده القدرة على تقليد الكتاب الكبار إن كانوا بالعربية أو كانوا بالفرنسية. إذا الحسن الثاني كان معتد بنفسه، علاوة على أنه معتد ببلده وبتاريخه، هو معتد بنفسه. ما كانش فيما عدا بورقيبة كان يقول له عمي، لأنه من جيل أبوه ولأنه يحترمه. يسمي في الحسن الثاني، الحسن الثاني كان يسمي بورقيبة عمي بورقيبة. عمي، يعني تسمية هكا للاحترام ولا كذا. ما كانش يعتبر زين العابدين بن علي رئيس ولا أي شيء. أولا فيما أنا أعلم وأعلمه من زمان في المغرب، أنه بن علي عندما اشتغل في المغرب كملحق عسكري، المغاربة عندهم مخابرات قوية، ومعروفة مخابرات المغرب معروفة في العالم، وداخلة حتى على خطوط الأمريكان والفرنسويين والإسرائيليين، ويخدموا جيد جيد جيد، ومعتبرينهم مخابرات حديثة جدا المغاربة. هم عندهم ملف على بن علي، ويعرفوا الحسن الثاني هذا الملف، وما كانش يحب بن علي أبدا، وكان يعتبره، كان يقول عليه ما بين قوسين، وتوا تاريخ، هذا تاريخ، كان يقول عليه فويو.
فهمت؟ لانه عنده عليه تسجيلات وعنده كذا، وبن علي يبدو لي كانت عنده ممارسات الى حد ما شويه مشينه في المغرب وهو ملحق عسكري. أخلاقية يعني. اي نعم. قولات أوكي، الإقليميين أوكي. تحدثوا عليه. لا خليني احكي لك حكايه في الموضوع ذا، لانه هذا موضوع مهم جدا. هي حرب تندوف الحدود الجزائريه المغربيه تمت في 63. نعم. وسرعان ما تم وراها اصطفاف دولي. نعم. الثورة الجزائرية وقف معها عبد الناصر، وقف معها كاسترو، كوبا دعموها كثير، السوفيات إلى غير ذلك. اللي تدخل بوساطة هو مودي بوكيتا في مالي. الجيش المغربي انتصر في الأيامات الأولى، ولكن هناك رواية تحكى وحكاها الحسن الثاني بنفسه، قال: جوني ضباط مغاربة وقالوا لي: هل تريد يا جلالة الملك أن تصلي في قسنطينة هذه الجمعة؟ رد عليهم الحسن الثاني: ومن يضمن لي الصلاة في الجمعة التي تليها؟ ومحصلة الحديث الحسن الثاني يقول أننا لا نستطيع أن نقاتل ثورة، الجزائر كانت ثورة